يوم جديد بيقربنا للعيد، كل سنة وانتم طيبين. آخر 10 أيام في رمضان، روايح الكحك والبسكوت والغريبة والبيتفور اللي بتملى البيوت. هنعمل النهاردة بسكوت بالمقادير. احنا عملنا بسكوت النشادر قبل كده والزيت. كان سهل وما خدش أي وقت وما كلفش أي حاجة خالص، كل حاجة كانت موجودة في البيت. انت بتروحي للبقال أو العطار أو السوبر ماركت اللي بتجيبي منه، تقول أنا عايزة أعمل 2 كيلو 3 كيلو دقيق، هو يحط لك يديك كل لوازم الكحك او البسكوت او الغريبه او البوتيفور، يعني الحاجات اللازمه ليهم، بيديك كل اللوازم بتاعتهم. معايا البسكوت اللي بالمقادير: سمنه صفرة هتضربيها الاول في المضرب بالكهرباء في العجان بايديكي. الاهم حاجه في البدايه والمرحله دي انك انت تضربها حلو وتربيها حلو السمنه، وهتضيفي السكر. انا هعمل كيلو ونص دقيق، حطيت عليهم نص كيلو سمنة وربع كيلو سكر بودرة، يعني وزودت حاجة بسيطة سكر عشان خاطر مش هيبقى، انا مش عايزاها مسكر قوي. 3 بيضات هضربهم مع بعض حلو. اهم حاجه المرحله دي انك انت تضربي المواد السائله مع بعضها. المكونات دي تنضرب الاول مع بعضها، تربها مع بعض حلو. هي دي اللي هتطلعك البسكوته حلوه، هتديكي نتيجه حلوه في البسكوت او في اي حاجه او في الغريبه او الكحك. اهم حاجه المرحله دي. الدقيق بنحطه اخر حاجه، يا دوب بس بنلم وخلاص، ما بنعجنش علشان خاطر ما يبقاش في عرق، يبقى زي العيش. معايا السكر البودرة والسمنة، هضيف عليهم ازازة ريحة البرتقال وكيسين فانيليا وكيس بيكنج باودر. عندك جوز الهند، عايزة تحطي براحتك، مش عايزة تحطي جوز الهند براحتك، عايزة تحطي بيض ماشي، مش عايزة تحطي برضو دي حاجة ترجع لك. في فروتي برتقال او مريندا برتقال او تانج زي ما انت عايزة. انا هعمله بالبرتقال النهاردة، هجيب ازازة ريحة البرتقال وفروتي وهعمله. هتعمليه في البلبله والكيس، هتعمليه لين شويه، سايب شويه، العجينه بتاعته تبقى سايبه شويه. مش هتزودي شويه الدقيق اللي انا ضفتهم في الاخر دولت، انا ضفت في الاخر دول شويه دقيق علشان خاطر العجينه تطلع متماسكه، اعرف اعملها بالمكنه. البسكوت اللي بالمقادير سهل وما بياخدش اي وقت. انت بتجيبي الدقيق، يعني لو انت هتعملي كيلو ونص دقيق بتطلعي 2 كيلو ونص بسكوت. لما بتوزني بعد ما تحطي السمنه وتحطي الحاجات اللي حطيتها دي كلها، بعد ما تخبزيه بتوزنيه تلاقيه 2 كيلو ونص. بتوفري كتير، كفايه انك بتعملي الحاجه في البيت. تمولعي الفرن على درجه حراره 200. البسكوت بياخد حراره اعلى من الكحك والغريبه، وبيطلع مقرمش وبيطلع لونه اصفر وحلو وطعمه حلو زي الفري اللي بنشتريه. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.